جانبين. بداية كلها حماس، إثارة في عنوان الفينال، النهائي الحلم، النهائي المرتقب المنتظر، والكرة مغربية لا أردنية. نعم، ترسى كرة منتخب المغربي. وسام الطنان بعد إصابة تيسو الدالي يمشي بالكرة منتخب المغرب. الدفاع مغطي ممتاز والتحولات الهجومية. نقطة قوة الكرة الأردنية الآن. تمشي كرة من القائد محمود مرضي. يرضى عليك ربي يا مرضي. هذه هي دعوات الأردنيين من أجل الفرحة الكبرى. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب. كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من وسام الطنان. أي جول، أي كرة، أي لوب، هذا تاريخ، هدف أسطوري هنا في مرمى لوسيل، في ملعب السحر. هنا يواصل استاد لوسيل نثر سحره في مباراة الكبار. مش ممكن على الهدف، مش ممكن على الجول. كيل بوت، كيل ريتي، جولاسو للمنتخب المغربي. 1-0 في 4 دقائق. كرة ملعوبة من وسام الطنان، كرة من أكثر من 50 متر. يا الله، هدف البطولة، بل هدف هو الأجمل في تاريخ كؤوس العرب منذ البدايات، بعودة الألوان الكحلة والبيضاء إلى عهد الألوان، في نقل تلفزي حصري ومباشر وروعة في كرة مباشرة. يزيد أبو ليلى يباغت والمنتخب المغربي يفتح بوابة التسجيل. عالمي، عالمي الطنان. أسامة جول، أسامة من 50-60 متر يباغت يزيد أبو ليلى في أجمل أهداف البطولة عبر تاريخها. 1 المغرب، 0 الأردن. البداية متميزة من الأسود. المغرب له الدراية، له التقاليد، له ثقافة النهايات، له الانتصارات في آخر السنوات.